السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته معاكم. بشكركم من كل قلبي على كل حد يعني جميل جدا اشترك في قناتي ونورني، والله العظيم بجد فرحتوا قلبي، ربنا يفرح قلوبكم دايما. بشكركم من قلبي على كل حد ساب لي كومنت حلو وبسيط زيه. بشكركم فعلا من قلبي. يعني مهما اتكلمت من هنا لاخر الفيديو مش هوفيكم حقكم عليا، على سؤالكم عليا وعلى يعني كلامكم بيوصف قد ايه انتوا ناس جمال جدا. يعني بصوا، هاخدكم النهارده بمناسبة بقى المشتركين الجداد اللي اشتركوا النهارده في قناتي جديد. هنعمل مع بعض احلى واسهل واطرى سبونج كيك. يعني بصوا، اقسم بالله مكونات يعني مفيش مكونات تقريبا. بس بصوا شايفين يعني اقول لكم ايه العظمه دي. هتعملوها بابسط المكونات وحاجات. بصي يعني لو انت مبتدئه فعلا، ولو انت لاول مره عايزه تعملي تورتايه ونفسك تعملي تورتايه، هقول لك على الحاجات اللي تعمليها. وبصي متاكده انك انت هتطلعي احلى تورتايه. تابع معايا الفيديو للاخر، ويا ريت تتاكدي ان الجرس او زر الجرس معمول زي كده يا بنات ومتفعل، ومشتركه فعلا في قناتي. واول ما تشوفي الفيديو كده لازم تدوسي لي لايك، لان اللايك فعلا يا بنات بيخلي الفيديو ينتشر ويشوف، وغيرك بقى يشوفه من المتابعين وغير المشتركين برضك، عشان قناتي تكبر ان شاء الله وعيلتنا تكبر ونبقى احلى عيله واكبر عيله باذن الله. يلا نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عملت تورتايه بصوا من الالف الى الياء. استخدمتي ايه طيب يا نوره؟ بصوا استخدمت دي تورته بتجيبيه من مستلزمات الحلواني، جبت نص كيلو ب 32 جنيه ونص. بس للامانه انا كنت جايباه تقريبا من شهرين، من شهرين ونص. فانتوا عارفين الاسعار كل يوم في زياده. يعني امبارح ده كان زمان بالنسبه لنا، فمش عارفه والله لحد دلوقتي يعني وصل لكام. بس اهو نص كيلو ب 32 جنيه ونص. ومعانا 6 بيضات، ومعانا الفانيليا، ومعانا شويه خل طبعا لزفاره البيض، ومعانا نص كوبايه ميه، ورشه الملح اللي احنا بنستخدمها لاي مخبوزات او اي معجنات. خلاص. يلا بقى قومي كده تشجعي معايا ودوسي لي لايك اهم حاجه، وسيبي لي كومنت حلو كده بسيط، وقولي لي انت اول مره بتعملي تورتايه، ولا انت خبره، ولا انت شيف، ولا ايه بالظبط. وقولوا لي يا بنات برضو من انهي بلد بتتابعوني، عشان ناس كتيره جدا حبايبي من الجزائر ومن العراق ومن المغرب. يعني بجد يعني فرحتوا قلبي فعلا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي ويجعلني دايما عند حسن ظنكم ان شاء الله يا رب. يلا كده. طبعا هنا انا بكسر البيض بيضه بيضه وفي بوله كده، كل واحده لوحدها، بحيث ان انا لو لا قدر الله لقيت بيضه كده يعني فيها مثلا مش مستحبه، ريحتها وحشه، مثلا فيها كده شكل مش غريب، مش مش غريب ايه، شكل يعني مش مستحب، او فيها اي حاجه كده غلط، بتخلص منها بدل ما انا اخلط البيض كله على بعضه واتخلص من البيض كله. فطبعا البيضه يا بنات ب5 جنيه. ها، البيضة ب5 جنيه، فعلى ايه يعني 6 في 5 ب30 جنيه. تخيلوا. يعني لك الله يا مصر فعلا. ربنا يعيننا يا رب على الغلاء والوباء اللي احنا فيه ده، ويقولوا امين يا بنات، وربنا يا رب كده يخلصنا ويملى بيوتنا كلها بالستر والخير ان شاء الله. يلا بقى دلوقتي انا جبت البوله بتاعت العجان بتاعي، حطيت فيه 6 بيضات، وزي ما قلت لكم اعتمدوا الطريقه دي ان كنتوا تكسروا كل بيضه لوحدها. وحطيت بقى يا بنات طبعا يعني بصوا احفظوها كده، 6 بيضات محتاجه بقى شويه فانيليا وشويه خل للبيض، مع نص كيلو دقيق سبونج. بتجيبي بقى دقيق سبونج يا بنات من الراجل بتاع مستلزمات الحلواني. وطبعا عند العطارين الكبار برضو بتلاقي، بس انا بصراحه بفضل ان انا اجيبه من مستلزمات الحلواني، بحيث ان الريحه بتاعته ما تكونش كارفه توابل ولا بهارات ولا اي حاجه. فجبت بقى النص كيلو، فانا بصراحه قلت اما ايه يعني الضمان اكتر. فنخلته بمصفى سلك كده عادي، رشه الملح البسيطه جدا بتاعت اي معجنات بنعملها. ويلا بقى كده هننزل. احلى حاجه في طريقه الاسبونش دي ان احنا يا بنات بنخلط كل المكونات على بعضها. يعني انا هنا حطيت البيض مع الدقيق، وانت لو ركزتي اصلا مش هتلاقي المكونات غير دقيق وبيض بس، والميه موجوده طبعا، والفانيليا ورشه الملح وشويه الخل بس. فانا قلت اما اضربهم كده الاول في بعض بحيث انهم كلهم يتجانسوا كده في بعض، وبعدين الميه علشان يعني لو انا حطيت الميه في البدايه ممكن يا بنات مثلا ايه نلاقي ريحه زفاره مثلا ولا ريحه غير مرغوبه فيها من البيض. فانا عملت الحركه دي بحيث ان انا اتفادى الموضوع ده.
فاتمنى ان كنتوا تمشوا على الخطوات، هتلاقوا نتيجه ان شاء الله كده ترضيكم. يلا كده انا طبعا حطيت المكونات كلها في بعضها في العجان، وشغلت العجان هنا على اعلى سرعه، وبيقعد يا بنات معايا العجان بيضرب معايا تقريبا من 7 او 10 دقايق او 12 دقيقه، انت وضميرك يعني، على بال ما تلاقي ال ال اللهم صل على النبي، الكميه كترت قوي وزادت، بتلاقيها ايه، بتلاقيها زادت قوي يعني، فبالتالي بقى بتوقفي ضرب. ولو انت برضو مش معاكي عجان، معاكي مضرب كهرباء، مضرب البيت دوت العادي، بياخد بصراحه من 12 ل 15 دقيقه. خلاص، فاهو يا بنات، يلا على السريع اهو. صلوا على رسول الله يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اتمنى لو انتي نسيتي تعملي لي لايك، دوسي لي لايك دلوقتي يا بنات. اللايك ما بياخدش اي حاجه من الباقه ولا الرصيد ولا اي حاجه خاصه، ما بيعملش حاجه غير انه بيفيدني انا، انه بيخلي الفيديو ينتشر عندي. خلاص، بس كده اهوت زي ما انتوا شايفين يا بنات، الفوم عالي قوي معايا ما شاء الله، وشايفين الكميه طبعا ما كانتش في البدايه كده خالص، وهو اللون افتح جامد اهو معايا. انا طبعا بتخلص من الزوايد وكل حاجه لان ده مقدار. فطبعا جبت الحله بتاعتي او الصواني الجديده دي بتاعت الكيك، بتاعت التورت، بتلاقيها برضو عند مستلزمات الحلواني، دي مقاس 26. طبعا يا بنات بصوا القوام عمل ازاي، زي الكريمه، زي الكريمه بس الكريمه السايله شويه. فانا دوت هو القوام اللي انا عايزاه والقوام المطلوب بالنسبه لي، فدوت اللي هيطلع معاكي الاسبونشايه كده. والله يا بنات فعلا كنت لو كنت عارفه ان انا يعني ما اكتمش الصوت في البدايه، بس كان في اصوات كتيره مغوشه على الفيديو، فبالتالي كان لازم ان انا اكتم الصوت. فلو تشوفوا وتسمعوا صوت الاسبونج نفسه، فعلا ما كذبش اللي قال لك كيكه اسفنجيه. والله يا بنات صوت الاسفنج، ها فاهمين يعني، صوت الاسفنج. لا انا مش هقول فاهمين زي الفيديو اللي فات. فيلا كده دلوقتي خلصنا بقى الكميه كلها والزغوطه كلها دي اللي عملناها، هننضف حوالينا. وطبعا ضربناها كذا ضربه كده على الارض، بحيث ان كل المسامات تتقفل علشان ما يبقاش فيه فراغات جامده في الكيك. طبعا من بدايه ما انا بدات في المكونات، الفرن شغاله عندي على درجه 180. هتقعد معاكي كام في الفرن؟ تقريبا يا بنات من ساعه لساعه وخمس دقايق، يعني من ساعه ل10 دقايق كده تفتحي عليها الفرن وتشوفي. يلا بقى ندخلها في الفرن. طبعا انا هنا كنت مشغلاها الفرن اهو، وكانت معايا على درجه 180 درجه، درجه حراره 180. هتقعد معاكي ساعه دي انا اهوت بقولك. ويلا بقى نشوف عملنا ايه. شايفين عظمه، اقسم بالله يا بنات حاجه كده يعني وهم، ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شايفين الارتفاع، شايفين بصوا عامله ازاي، يعني بجد انا منبهره فعلا بالنتيجه، ما شاء الله اللهم بارك. يعني ادتني النتيجه المطلوبه والله العظيم. تقريبا انا نسيت والله اقيس لكم الارتفاع بتاعها، يعني ارتفاعها عالي جدا ما شاء الله. يعني الحله اصلا اخدت تقريبا الارتفاع بتاع الحله كلها. ما تقلقوش، الوش دوت يعني والتشققات كلها اللي على الوش دي كلها هنتخلص منها. طيب انا يا بنات هنا عملت ايه، انا خلاص كده طلعتها من الفرن بعد ساعه وخمس دقايق. وهنا بقى كان بالليل بصراحه، وانا هنا طبعا هغطيها وهعملها معامله الام لابنها. فاهمين اعملها معامله ايه، الام لابنها. فهنا هغطيها بكذا فوطه، طبعا عايزينها بصوا نوفر لها جو كده من الدفى علشان ما تهبطش. فالتكنيك كله يا بنات اللي انتوا هتعملوه دوت هو اللي هيحافظ لك على الارتفاع بتاع الكيك، ومش هيخليها تهبط منك ولا تعجن. طبعا انا هنا بعد ما طلعت من الفرن حطيتها بقى زي ما قلت لكم كده، سبتها على الرخامه، رش قصدي غطيتها بفوطه. وبعد كده قلت لا الفوطه هتبقى خفيفه، فانا عايزه اكتمها كده وحطيتها بقى ايه الدفايه، سبتها ليله كامله. يعني انا بصراحه اشتغلت فيها، انا حطيتها بالليل الساعه 12، اشتغلت فيها الساعه 12 الصبح، يعني 12 ساعه. هنا بقى تاني يوم بعد ما بردت معايا تماما، جيت هنا شايفين، بصوا هنطلعها اهو بسكينه كده تكون رفيعه، وهسلك الاطراف زي ما انتوا شايفين. يعني انا عايزه اقول لكم بصراحه انا بعملها على طول بالطريقه دي، بس يعني بصراحه ادتني يعني نتيجه رهيبه 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 بجد. شايفين يا بنات بصوا على الارتفاع بتاعها عامل ازاي، اللهم بارك. بصراحه انا ما كانش عندي ورق زبده،
ورق الزبده يا بنات بيفيد انه يعني بصوا الخربشه دي اللي على الجنب ما بتحصلش لما يكون معاكي ورق زبده. بس ما شاء الله اهو حته الزبده اللي احنا دهناها كويس ما لزقتش معايا الكيك ولا هدرتها ولا اي حاجه خالص. هنا بقى اهوت على الوش هشيل بقى اقشر الوش ده كله اللي فوق. طيب ليه يا نوره؟ لان يا بنات فعلا يعني مع احترامي ليكم الوش دوت بيكون عبارة عن العجينة وما بنستفادش منه بأي حاجة خالص، وبصراحة بيكون متجمع كله الريحة بتاعت البيض. فعايزة أقولك لو انت اتخلصت منه يعني 90% 95% ريحة البيض دي خلاص انتهت من التورتة، فاهمين؟ فالوش كله بيكون ايه اخدلك كل طعم البيض كله. فانت ايه شيليه، يفضل انك تشيليه. ويلا بقى بصوا عايزه اقول لكم اقسم بالله شويه يعني تورته بجد كانت زي ما قال الكتاب اهو زي ما انتم شايفين. انا هنا بقول لكم شوفوا الوش اللي فوق دوت كان عباره عن عجينه وبس، فتخلصوا منه افضل. يلا بقى كده نقطعها مع بعض، واتمنى بجد ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. انا تعبت جدا والله العظيم عشان اوصل لكم النهايه دي والنتيجه دي. اتمنى بجد ان كنتوا يعني الاقي فيه تفاعل كتير جدا جدا على الفيديو ده، لان ان شاء الله لو لقيت تفاعل كتير مش هتاخر باذن الله وهنزل لكم على طول الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتلاقوا بقى تزيين التورته دي. وكانت بصراحة على عيد ميلاد جوازي أنا وأحمد، ربنا يا رب كده يبارك لي فيه إن شاء الله كده، وعقبال مليون سنة مع بعض صحة وسعادة، وربنا يبارك لي فيه ويبارك لكم في أزواجكم إن شاء الله. واعملي بقى قومي كده بجد حتى لو انتي لسه ما اتجوزتيش اعملي تورتايه كده، فرحي امك وابوكي، فرحي حبايبك، يعني انتي فرحي عيالك. بصي بجد بتطلع الطاقه السلبيه قوي وبتديكي طاقه ايجابيه وبتقعدي تزيني كده. فما شاء الله بجد ادتني يعني بصوا النتيجه كانت رهيبه. هنا المشكله يا بنات انا كان معايا المنشار دوت برضو جبته من مستلزمات الحلواني. بصراحه انا كنت ظبطاه على 8 مللي خلاص. هنا بيبقى ليه بردك مدرج وليه ارقام انت بتظبطيها، فاهمين؟ فالمشكله ان انا في اول طبقه حطيتها على 8 مللي فلقيتها انها هتبقى عاليه شويه، فرحت يا بنات اسماء نزلت المنشار نفسه السكينه بتاعت المنشار على 9، فادتني بردك ايه ارتفاع حلو كده وبسيط بصراحه، بحس انك انت لما تيجي تاكلي القطعه بتاعت التورتايه ما تفتحيش بقك قوي، يعني فاهمين الاتيكيت ده؟ فاتمنى بجد ان انا اكون خفيفه على قلبكم. انتظروني بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنزين التورتايه مع بعض. ودي بقى كانت كل الطبقات اللي احنا طلعناها من سبونج واحد بس، فاهمين؟ فيلا بقى قومي تشجعي ودوسولي فيديو دوسولي قصدي لايك، وانتظروا الفيديو بجد اللي جاي ان شاء الله هيبقى عظمه ان شاء الله. ودي بقى كانت يعني اجواء الطبيعه بتاعتي في البلكونه قعدت اصورها لكم، شايفين شكلها كان عامل ازاي؟ رهيب رهيب. هسيبكم في حفظ الله ورعايته، انتظروني الفيديو اللي جاي وسيبوا لي بقى لايك